طبعًا لمّا بتتجوّزوا ما فيش حاجة اسمها مش هنتخانق وإحنا ناس كويسين ومش هنتخانق، هنتخانق كتير، بس المهم تعرفوا إزاي تتخانقوا. من أهم قوانين الخناق مع جوزِك، أول حاجة تختاري وقت الخناق، ما يكونش أنتِ فجأة اتضايقتِ أو افتكرتِ حاجة تلاقيه في الشغل ألو وتروحي متخانقة معاه وهو في الشغل، هتبقى سنتِك سودا. ما يكونش نايم رايح في النوم تروحي تصحّيه زي الست بتاعة الشقة من حق الزوجة لمّا صحّت جوزها من النوم وطلّقها، فما ينفعش تروحي تصحّيه من النوم علشان تتخانقي، ما ينفعش أول ما يفتح باب الشقة نتخانق، يعني نختار الوقت الظريف اللطيف اللي هنتخانق فيه طالما نقدر نختاره. لمّا تحصل مشكلة مع جوزِك وبتتخانقي معاه أو مع مراتك وبتتخانقي معاها، نتخانق على المشكلة اللي حاصلة دلوقتي، مش لازم نجيب القديم والجديد، وفاكر لمّا حصلت المشكلة دي، وفاكر لمّا قُلت للبنت دي، وفاكر لمّا عملتِ كذا، مش لازم القديم والجديد، ركّزوا في سبب الخناقة علشان ما نقعدش تكبر المواضيع أكتر وأكتر. طيب أكيد لمّا حضرتكم بتتخانقوا عشان نتيجةٍ ما، فمش لازم النتيجة دي تكون لصالحي أو لصالحك، إحنا عايزين نوصل للحقيقة دلوقتي، اختلفنا على حاجة بنتخانق أو بنشِد مع بعض، شدّينا مع بعض شوية، مش لازم أنا اللي أنتصر ومش لازم أنت اللي تنتصر، المهم الحق ينتصر، نعرف يمكن هي تقنعك، يمكن أنت غلط، يمكن أنا غلط، فنتكلم بمنطق وبهدوء ومن غير قلة احترام، نحترم بعض ونهدى علشان نشوف الحق فين، الحق ينتصر، لا أنت اللي تنتصر ولا أنا اللي أنتصر. ومن أهم قوانين الخناق بين الزوجين لما تكوني تعرفي عنه حاجة بتوجعه لما بيعرف أو لما بتعايريه بيها أو أنت تعرف عنها حاجة قايلها لك، إن ماما كانت بتميز بيني وبين إخواتي وكانتش بتعاملني كويس، فمش في وسط الخناقة بقى والله لها حق مامتك تعاملك وحش، والله ليه حق باباك يطردك من البيت لما طردك. بلاش الكلام اللي بيوجع، بلاش نستغل معلومات علشان في الحالة دي بتفرق كتير جدا جدا جدا، وبتوصلوا لمرحلة بقى انه النفوس بتشيل سنة سنتين ممكن ما نظبطش تاني خالص. لما تتخانقوا مع بعض مش لازم ابدا تعزموا الاهل والجيران، مش لازم قالوا يا ماما ده قال لي وقلت له، قالوا يا مامتك ده قالت لي وقلت لها، مش لازم، محدش عايز يتعزم خالص على الخناقه، عزموهم على اكله حلوه مش لازم على الخناقه، حكم من اهلك وحكم من اهلها لما نكون خلاص وصلنا للمأذون، غير كده اتخانقوا مع بعض جوه البيت واقفلوا البيت علشان يعني انتوا بتتصالحوا وما بتنسوش ابدا ان مامته عرفت عنه كده او مامتك عرفت عنك كده، الموضوع ده بيعجل جدا جدا بنهاية الجواز واحنا عايزين ربنا يتمم بخير. وكده عرفتوا ازاي تتخانقوا وننفذ النهارده ان شاء الله اول خناقه وتنفذوا فيها القواعد وتبعتوا تقولوا لي اخبار الخناقه ايه.